السلام عليكم. اليوم غادي نوجد معكم خبز بانيني ساهل وسريع بلا آلة بانيني وبحشوة اقتصادية ولذيذة بكبدة الدجاج فقط، والنتيجة الأخيرة مقرمشة من برا وحشوة خطيرة من الداخل. هاد الوصفة سهلة لأي وقت وما كتحتاج مجهود كبير، وهاد الحشوة يمكن تعتمدي عليها حتى في سندويتشات أخرى، والنتيجة ألذ من ديال المحلات بشهادة العائلة ديالي اللي ذاقوها. حتى وإلا كنتي مبتدئة ما عمرك ما درتيه، جربي هاد الطريقة بهاد المقادير وإن شاء الله غادي ينجح معك. خليك معايا للأخير باش تعرفي السر اللي يخلي الخبز يطلع ناجح 100%. كناخد العجانة ولا أي إناء اللي غادي نعجن فيه، ماشي ضروري تكون عندنا العجانة. كندير 3 ديال الكيسان ديال الدقيق الأبيض، الملح حسب الذوق، معلقة كبيرة ديال خميرة الخبز، ومعلقة صغيرة ديال السكر سنيدة. كنجمع العجينة بكاس ديال الماء ديال العنبة يكون دافي، وكندلك العجينة مزيان. ضروري من هاد العملية أننا ندلكو العجينة مزيان. وإلا جربتو هاد لي باغيت أنا متأكدة أنهم غادي يعجبوكم وغادي تعاودوهم، ومن الأحسن أنكم ديروا كمية اللي كتيرة وتخليهم في المجمد الوقت اللي كتبغيو تجبدوهم تخدموا بهم. أنا من بعد ما دلكت ليا العجينة كنزيد عليها معلقة ديال الزبدة وكنعاود ندلكها مزيان، من بعد تنديرها هكا في سبيرة وتنخليها حتى تخمر. دابا ندوزو نوجدو الحشوة اللي درت فيها كبد الدجاج اللي غسلتهم مزيان وقطعتهم، وزدت عليهم سكينجبير، البزار، الملحة، الكمون، التحميرة، الخرقوم، وعطرية ديال الدجاج. هاد الحشوة هادي كتجي لذيذة بزاف. زدت عليها معلقة ديال الثوم باودر، ما عندكمش ديروا الثوم محكوك، وجوج معالق ديال العصير الحامض، وكنزيد عليه زيت العود تقريبا واحد 3 ديال المعالق، وتنخلط كلشي مزيان. تنديرها فوق العافية حتى كتشحر غير واحد شوية ماشي بزاف، حتى كيتشرب لينا الدجاج هاد العطرية هادي. من بعد ما تشحر غادي نزيد عليه الربيع اللي مقصص، قزبر ومعدنوس، وجوج معالق عامرين، وكنزيد عليه الفلافل اللي عندكم غير الاخضر غير الحمر، عندكم الوان اللي متوفر عندكم ديروه. انا كان عندي في مجمد، غنخليه حتى يطلق واحد شويه ومن بعد غادي نعاود نخلط كلشي. هاد الاثناء اللي كطيب لي الحشوه كندوز العجينه اللي خليتها ترتاح تقريبا واحد ربع ساعه حتى ل20 دقيقه، كنقسمها على 6. هاد لي باغيط هاد الحشوه ساهلين بزاف دغيا كيوجدوا ما كياخذوش الوقت بزاف. صافي من بعد ما قسمتهم كنطلقهم بالمدلك على هاد الشكل. كندير الطرف الاول كيف ما موضح لكم، كنزيد على الطرف الثاني وكنقرص مزيان وانا كنجمع الجوانب باش ما تحلش ليا في الطياب. وانا كنجمع كنحاول انني نقنتو في الجوانب وتنقادو بيديا باش كيجي الشكل مقاد، وكنحطوه في اللاطه ضروري ما نفرشوا ليها ورق ديال الزبده اولا ندهنوها. بالنسبه لهاد لي باغيط عمليين بزاف، نقدروا اننا نديروا كميه اللي كثيره ونخلوه في المجمد كما قلت لكم. كتنفع بزاف في هاد الربيع، في الخرجات، في الصيف، في البحر، كعشاء ولا الناس اللي خدامين، قلتي المدارس، للطلبه. الوقت اللي كنبغيو كنجبدوه من الثلاجه وكنعمروه باي حشوه بغينا. ملي كنطيبوه كيجي رائع وزوين ومحمر بحال مصايبينه في آلة البانيني، وهو طيب غير في المقله. كيف ما كتشوفوا معايا هاد الطريقه احسن من الطريقه اللي كنديروا ديال لي باغيت العاديين. كنبقاو نروليوهم، هادي لا كندير فقط الطرف الاول كنزيد عليه الطرف الثاني وكنقرص العجين. واخا كتبان لكم انها رقيقه بزاف ما تخافوش، راه واخا رقيقه مني كنخليوها كتخمر وكندخلوها الفران راه كتنفخ وكيتضاعف الحجم ديالو وكيجي الشكل ديالو بحال لي باغيت اللي غادي تشوفوا معايا من بعد. هنا من بعد ما هبطات لينا فلفله كنزيد على 2 معالق تقريبا ديال صوص صوجا سائله، وكنزيد واحد كاس لاروب ديال صلصه طماطم جاهزه، ممكن ديروا غير مطيشه محكوكه. وهذا هو الشكل ديال لي باغيت بعد ما خرجتهم من الفران. مني صيبتهم ودرتهم في اللاطه، غطيتهم وخليتهم حتى خمروا مزيان وتضاعف الحجم ديالهم ودرتهم في الفران. دابا مع الحل بارد من الاحسن غطيو بميكا، عاد غطيهم بشي منديل ودخلوهم الفران اللي يكون سخون. ملي كندخلوهم كنقصوا ليهم العافيه، كنخليوها قليله بزاف وكنخليوها 10 دقائق، ما خاصوش يتحمر لينا من التحت، فقط ينتفخوا لنا بحال ما هكا
ويبقى اللون ديالهم ابيض. كنخليهم في الفران من 10 تقريبا حتى ل 15 دقيقه. هذا هو الشكل ديالهم، يعني غنحلهم معكم من بعد وغادي تشوفوا انهم طيبين من الداخل، ما كيكونوش خضرين. وغندوزو دابا نحضروا واحد الصوص اللي كتجي لذيذه بزاف مع البانيني. كناخذ 2 معالق ديال الكيتشوب و2 معالق ديال مايونيز واي صوص ديال ساندويتشات عندكم. انا عندي هذا بقى فيه غير شويه تقريبا 1 معلقه صافي. وكنخلط كلشي مع بعضياتو وكنرافقو بهذا البانيني. هذا كيعطي حتى هي واحد المذاق اللي خطير بزاف. مني كيطيب البانيني وكنخرجو من الفران ضروري ما نقطعوش وما نقربوش ليه هو سخون، نخلوه حتى يبرد تماما عاد كنقسموه، حيت الا قسمناه هذيك الساعه وهو سخون غادي يتعجن لينا. هانتوما شوفوا معايا الداخل ديالو كيفاش كيجي طيب، ما معجن ما والو، كيجي رائع بزاف. وغادي ندوزو باش غادي نعمرو هاد لي باغيط هادو. بالنسبه للطياب طيبت في هاد المقله هادي عاديه فيها الخطوطه هادو ديال لي بانيني، درت هاد السخون هي اللي غادي نطيب فيها اليوم. دابا من بعد ما وجدنا الحشوه غادي نعمرو الخبز غير بالكميه المناسبه باش يطيب مزيان وتحمر من الجهتين. انا عمرتهم بزاف. مني كنت كنقلبهم في المقله بقى كطيح شويه الحشوه وكيعاود يلصق ليا على البانيني من برا. من الاحسن انكم ما تعمروهمش بزاف، ديروا غير الكميه المناسبه وديروا الفرماج هكا من الفوق وسدوهم وديروهم في المقله يتحمروا على النار لازم تكون مهيله، وكنبقاو نقلبوهم حتى كتاخذ لينا هذا اللون الذهبي المحمر. هاد المراحل اللي وريتكم مهمه باش يجيكم مقرمش. شوفوا اللون كيفاش تبدل، هنا فين كيبان نجاح الوصفه. الوصفه اللي بسيطه ولكن النتيجه كتبان شهيه، واكثر من اللي كتكون سخونه كيكون لذيذ بزاف، حيت الحشوه متجانسه والمذاق روعه وريحتها عاطيه من بعيد. شوفوا معايا الحشوه كيفاش جات، هذه بوحدها كتشهي. وشوفوا معايا الذوبان ديال الحشوه كيف جا. الا جربتي متاكده غادي يعجبك ان شاء الله. حشوه معلكه ولذيذه وسهله والاهم اقتصاديه على الجيب. وإلا عجبتكم فكرة اليوم قولوا لي في التعاليق واش تبغوا وصفات مشابهة نشاركها معكم. وإلى اللقاء في فيديو جديد بإذن الله، ومع السلامة.